طبعا بما ان عند حماية، بما ان هو السبب الرئيسي اللي خلاني اصلا اشتري مكنة قهوة واتعلم القهوة واخد كورسات فيها ويبقى ده المشروع اللي انا عايز اعمله، فلازم طبعا عنده اشرب قهوة جامدة زي دي. ما انت هتكسرها كده اهو. لا بص انت اهو، سيبك من العدسة، هتبوظها، تحط صباعك عليها هتعمل لي علامة. صباح الفل، صباح العسل، صباح التأخير في الفيديوهات. احنا رايحين دلوقتي عند حماية علشان حماية بقاله زمن ما شافش آدم، ولكن طبعا عشان رايحين بعربية كوكو فلازم اخد بقى البرفان، النضارة، مش عارف ايه من العربية عندي. يلا تعال يلا واضح. روح عندي جدو، روح عندي نونو بالإيطالي يعني جدو يعني برضه، ونونا اللي احنا بنقولها عندنا للطفل يعني، او لما تيجي تدلع حد او تدلع واحده تلاقي نونا بالايطالي يعني ستو، نونو يعني جدو، صح يا بابا؟ صباح الخير يا كوكي. ايه العسل ده؟ ازيك؟ الحمد لله. اكيد مامي نحله عشان تجيب العسل ده كله. ردوا بالزوز einfach. شكرا. الرحلة هتاخد تقريبا ساعة وربع، ساعة ونص يعني، عشان معانا الحاج آدم ورا، فايه صح يا بابا؟ صح؟ هنضطر نسوق بالراحة يعني. ممكن نبطل لعب؟ يلا بينا؟ تاخد سندوتش؟ اها. بصراحة أحسن حاجة عند حماية هنا صراحة يعني، بحبها في الشارع بتاعه. البيوت هنا كلها نظام الفيلا الأوروبية دي، بيت هما بيسموه بيت، ما اسموش فيلا يعني. بصراحة شكلها خرافي، دايما كده شكلها خرافي. على العموم احنا وصلنا. أهلا 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 أهلا، الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. الو. يلا وريني بتلعب ازاي. يلا يا بابا. آدم. كوكو. درجن. طبعا بما ان عند حماية، بما ان هو السبب الرئيسي اللي خلاني اصلا اشتري مكنة قهوة واتعلم القهوة واخد كورسات فيها ويبقى ده المشروع اللي انا عايز اعمله، فلازم طبعا عنده اشرب قهوة جامدة زي دي. ودلوقتي بقى الجريل تايم، وقت الجريل يا صاحبي. الخشب الصغير ده مع الكراتين علشان يولع، بعد كده نحط الكبير. عنده فرصة شغل سلام. حلو الولاعة. احب انا الاختراعات البسيطة دي. الخشب للاسف علشان مبلول مش عايز يولع. ودي مشكله الجريل في الشتاء هنا، ان الخشب لو مبلول بياخد وقت قبل ما يولع. أوه. ايه ده بقى؟ اسيستس. حماية انجز وراح جاب رشاش النار. بما ان احنا مفيش حاجه بتقف قدامنا خالص، النار مسكت خلاص. È vicino a te che sta allora.
ماشي على احسن ستيك في الدنيا. الله عليك يا حاج، الله عليك. ودوت ديك رومي. Ja, das ist gut. Hast du selbst gemacht oder gekauft? Selbst gemacht. الريحة خرافة يا فندم، الريحة خرافة. معرفش الواحد ليه باجي عند حماية كده كل سنة مرة، مش عارف ليه. يعني ليه ما نعملش الكلام ده كل أسبوع في الصيف؟ كل أسبوع نروح نشوي. معلش بس هنفصل الفيديو كده بس في نصه كده لمدة بالظبط يعني نص دقيقة، أبديت سريع كده عن حياتي. هو أبديت ولا ليه أي لازمة والله، ولا ليه ولا ليكو، ولكن الفترة اللي فاتت سبب التأخير يعني بدون حاجة. أنا عارف إن أنا العظمة تقيلة، يعني الواحد كسول بطريقة رهيبة، ولكن برضو من الأسباب اللي فات إن إحنا الأوضة دي لو فاكرين الأوضة دي كانت مفتوحة، يعني اللي ورا ده كان مفتوح على الصالة. هنا كان الكافي بار لو فاكرين، إحنا غيرنا الأوضة كاملة، والصالة ده الباب بتاعها. طبعا آدم مبهدل الدنيا، ولكن من هنا إحنا قفلنا الصالة تماما. انا وحسام الله يبارك له جبنا الواح خشب قفلنا بيها الحيطه. بعد كده انا وكوكو لوحدنا جبنا برضو الفريم الاسود ده محطوط على الالواح الخشب اهو. ده اللوح الخشب، جبنا فريم عملناه كامل وفي النص، وتحت قفلناه باللوح اللي في النص ده. وانا وكوكو جبنا الفريم ده ولوناه اسود، ولزقنا الكورك دوت البتاع اللي بيتحط عليه زي ما نقول ايه الدبابيس اللي هي دي. ايوه، بحيث مثلا عايز اعلق صور كافيه اي حاجه. الحاجات دي بس ايه فتره مؤقته كده. المحطوطه هنا كل ده عايز يتروق. كنت لسه بحط على كوكو في دور دومينوس هنا ولكن مش ده بس التغيير الوحيد اللي حصل، اللي خد مني تقريبا يعني حوالي اسبوع كامل بنوضب فيه. فمش عارف طبعا ولا افتح كاميرا ولا اقعد على اللابتوب ولا اي حاجه. والمكتب ده جديد، ولكن اللي حصل ان المكتب ده بيطلع كده الكتريك فوق وتحت. العمود بتاعه يمين وشمال، كل واحد وزنه يعني تقريبا 15 ل 20 كيلو حاجه زي كده. المهم وانا بعمله في عمود منهم الله يبارك له، العمود ده بالموتور اللي فيه ده وقع على صباع رجلي. فللاسف بقالي حوالي اسبوعين تقريبا، او والله انا داخل هو في الثالث، يعني الثالث بيبدا انا ماشي برجل واحده فعليا. يعني الاول فكرت اروح للدكتور اكشف ان تقريبا يعني العظم الصباع اتكسر او اتشرخ حاجه زي كده، ولكن قلت يعني مهما هيعمل ايه هيجبسه او يربطه في الصباع اللي جنبه او هيقول لي ريح او حاجه زي كده. فانا مريح، ولكن داخل في الاسبوع الثالث اهو ومفيش اي تغيير خالص. انا فعليا بمشي على رجل واحده، فهروح اكشف ان شاء الله. اللي انا عايز اقوله ان شاء الله ان انا خلاص كده اعتبر ايه سستمت نفسي زي ما قلت، عشان الواحد عايز يعني نفسي والله نفسي انزل باستمرار، بس مش عارف يعني في حاجز كده بيني وبين الفيديوز والتصوير والايديت. مش عارف ايه هو، حاسس ان في حد كده بيزقني كل مره ما اقرب للكاميرا صور ولا اقعد اعمل ايديت ولا حاجه زي كده. بس ان شاء الله فتره وتعدي. خلينا نرجع للفيديو تاني عند حمايه وننهي باليوم. ادم انت بقالك نص ساعه في العربيه، عايزين نمشي حضرتك. ادم مش عايز يسيب المكان ده خلاص كده. يا حاج يلا نمشي، يلا. لا طب اسيبك انا، باي. ها انا ماشي انا ولا عادي. باي باي يا عسل، باي باي يا وحش. انت كمان وحش برضه. Da sitzt hier um die Station. Grazie bis nonno. ادم طبعا العيله كلها بتودعه لانه ايه يعني 10 دقايق بالظبط، خد 10 دقايق وخد على اليوم على طول. يعني دلوقتي احنا رايحين البيت، تقريبا الطريق نفس الكلام يعني ساعه وربع ساعه ونص. هو المفروض يعني لو لوحدي بياخد ساعه، بس طبعا عشان مع ادم وكده وكوكو فمش هينفع اجري، فالطريق ياخد ساعه ونص تقريبا يعني. Die habe ich zu Hause. Was, Schleifpasta? Ja. Wo denn? Zu Hause, wie? So, يلا جو يلا عم ادم تخيرين. تشاو تشاو. سلام يا حاج توني. تشاو توني. ايش مخص zu Hause. العربيه من ركنه قدام الشقه الجديده اللي احنا واخدينها. يعني في ناس كتير ايه بتحكها، فيها حكه، فيها خربوش، فيها بتاع. حماية مش عايز يسيبنا نمشي، ولازم يعملها كالعاده. يعني الراجل ما شاء الله كريم زياده عن اللزوم يعني. طبيعي يعني البنت ما لازم يعمل كده. ما انا لو بعمل حاجه لابني ولا لبنتي طبعا مش هسيبهم يروحوا غير لما العربيه بتلمع يعني. اوكي يلا بينا. يلا اوكي توني. ادم مستكاني انت ورا كده مبسوط. Big dog status, I'm a big dog, bitch. I pull up on the block, in a big